السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. زي ما انتم شايفين كده ده طبق مشكل من حلويات الخروف. معانا كبدة ومعانا كمان قلب ومعانا حاجات تانية. هوريكم عملنا الطبق الجميل ده ازاي وضفنا عليه ايه وايه الاضافات اللي ممكن تمشي مع بعضها وتدي طعم حلو قوي مع الكبدة. خليكم معانا لاخر الفيديو هنشوف عملنا ايه. بص يا حبيب قلبي كده، اول حاجه بقى هنبدا نعملها مع بعض بعد ما خلصنا ذبح الاضحيه. طبعا احنا من الصبح وميتين من الجوع، اسهل حاجه نعملها كده بسرعه عشان خاطر نفطر بيها. زي ما انتم شايفين كده الكبده دي كبده الخروف يا جماعه اهي. كبده جميله وشكلها تحفه كده، تتاكل نيه زي ما انتم شايفين. وهاخد معايا ادي القلب ومعايا الكلاوي وكمان معايا الطحال. طبعا الطحال بتاعه قطعه صغيره مش زي بتاع طبعا الابقار او المواشي. هبدا بقى انضف كده الطحال، اشيل حته الدهنه اللي عليه اللي بره دي او الجلده اللي عليه بره دي، وهبدا اقطعهم كلهم تقطيعه كده مع بعض. وهعمل بقى طبق كبده يستاهل بقكم. وكمان معايا البرنس، قطعة اللي هي الضاني دي يا جماعة بتدي طعم تحفة في المشويات وفي الأكل كله. صراحة أحلى حاجة في الخروف الضاني دي، البطل في الموضوع كله، بتدي طعم حلو قوي للكبدة. أنا مقطعة هنا يا جماعة بصل وفلفل شرايح كده، ومعايا قرنين من الشطة وحط عليهم فلفل اسود. هبدأ اقطع بقى معايا الكبدة والقلب والكلاوي والحاجات اللي معايا دي، وهنبدأ بقى نشوف هنعملها ازاي. خليكم معايا. بصوا يا حبيب قلبي كده، بعد ما قطعنا بقى معانا حطينا شويه كده من الزيت على الجريل، وننزل بقى معانا كده زي ما انتم شايفين بالليه. اول حاجه هننزل بيها بسم الله. كده يا حبيب قلبي سيحنا اللي هي معانا كده شويه. هبدا انزل معايا بالبصل والفلفل المتقطعين اهو بسم الله. هديهم كده واحد تشويحه الاول. طبعا انا عندي الكبده الضاني يا جماعه بتكون طريه وصغيره ما بتاخدش وقت معانا في السوا، فانا هنزل اشوح معايا البصله والفلفلايه الاول كده شويه، وبعد كده هنزل بالكبده معايا. هستنى كده شويه يا جماعه معايا لما البصله تكبر ونشوف هنكمل نعمل ايه. خليكم معانا قلبي كده. بعد ما البصله خدت لنا تشويحه كده معانا، هنسيبها كده على جنب ونوسع مكان قدامنا. هنبدا ننزل معايا، كان عندي الدهن ده من الكلاوي والقلب اهو. اول حاجه يا جماعه تتاخر معانا في التسويه هي القلب، فهننزل بيها هي الاول. هننزل بشرايح القلب يا جماعه الاول، لان القلب بياخد شويه عن الكبده وعن الكلاوي، فهنديله هو الاول تشويحه معانا اهو. بصوا يا حبايب قلبي كده، بعد ما حطينا القلب زي ما انتم شايفين يتشوح كده، هنحط بعديه احنا نكون عاملين الشطه دول، هنحط بعديه الكبده اهي والطحال والكلاوي.
معايا سخنه يا جماعه، عشان مش عايزه الكبده تنزل العصاره اللي فيها، عايزاها تحتفظ بالعصاره اللي فيها عشان تبقى طريه معايا. اهو معايا هنا فلفل اسود وسبع بهارات وكمون، ولو في كزبره كمان حطي، مفيش مشكله خالص. اهو بعد ما تشوح كده زي ما انتم شايفين اهو، شويه من الثوم مهروسين ومعاهم كمون، هنبدا كده نشوحهم هنا. الثوم ده بقى يا جماعه حكايه مع الكبده، هو ده سر الكبده يا جماعه بتاعت المحلات، ريحه الثوم. اهو هبدا بقى اقلب كده معايا البصل مع الكبده مع كل الخلطه اللي معايا دي علشان كلها تاخد من بعضها. اهو هنقلبها كده كويس ونسيبها بقى لما تستوي معانا ونشوف هنعمل ايه. ده يا حبيب قلب الطبق بتاعنا اهو، بعد ما استوى وخلص الطبق المشكل زي ما انتم شايفين، شكله تحفه وفي منتهى الجمال. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف هنا وشفا يا رب. وبشكركم على متابعتكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.